السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة فيديو اكل مصري تقليدي. هنعمل ايه؟ هنعمل شوية محشي ملوخية خضراء. معانا كيلو من اللحمة. طبعا اللحمة دي حلوة ملبسة عشان تعمل لي شوربة حلوة كده، وهوريكم كمان الطريقة الصحيحة اللي احنا نعمل بيها احلى شوربة. هقطع اللحمة بتاعتي لقطع صغيرة اهو. حلة عندي على النار، هنزل بمعلقة من السمنة اهو، وهبدأ انزل باللحمة اهو بالشكل ده. هحمرها، هنزل بالتوابل بتاعتي: ورق لوري، جوز الطيب، فلفل اسود، حبهان، مستكة. كل ده بيطعم الشوربة. فلفل اسود اهو بالشكل ده. انا اهو بشوح في اللحمة اهو. بص لونها بقى جميل ازاي. هنا كنت ناسية احط المستكة، حطيت حبيتين منها اهو. شايفين لونها الجميل؟ هبدأ بقى انزل بالمية المغلية اهو. عشان تديني احلى شوربة. حلة تانية على النار، هنزل فيها بشوية زيت. بصلاية حلوة كبيرة كده، انا مش هحمرها، انا هشوحها بس اهو يا دوبك. هنزل بمعلقة توم كبيرة وهقلب. قرن فلفل احمر على الاخضر حامي عشان يخلي طعم المحشي بتاعك حلو ومميز اهو. نزلت هنا بقى بالطماطم. دي طماطم، عصير طماطم اهو. معلقة بقى فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة ملح. هقلب كل ده تكة حلوة برضو. انا عندي طبعا هنا الخضار بتاعي: كزبرة، بقدونس وشبت. هنزل بيها بنص الكمية في الصلصة، هتديني طعم حلو. هنا طبعا اللحمة بتاعتي حطيت لها بصلاية، ونزلت بمعلقتين صلصة على صلصة المحشي عشان تديني لون حلو. وهنا الرز غسلته وصفيته ونزلت بيه على الرز على الصلصة اهو. طبعا انا مملحة طبعا الصلصة بتاعتي، مش محتاجة حاجة. وهنزل ببقية الخضار بتاعي، هو كزبرة وبقدونس وشبت اهو. الرز يا دوبك برد معايا. هبدأ احشي البدنجان اهو بكل سهولة، بتحشيه بكل سهولة اهو. وطبعا ما تحشوهوش للاخر، لازم تسيبي كده فيه قد عقلة صباع اهو بالشكل ده كده. حطيت اهو في الحلة كمان الفلفل اهو، هحشيه اهو. اوعي تكبسي المحشي وتكبسي الرز عشان ما يبقاش وحش معاكي ويبقى معجن. تفرفطي الرز كده وتسيبي بردك قد عقلة صباع فاضية. طريقة سهلة وبسيطة اهو. طبعا اللحمة بتاعتي اهي بدأت ان هي تستوى. طبعا المية نقصت، هتزوديها مية سخنة. اوعي تزودي اللحمة مية باردة من الحنفية، اوعي، مش هتستوي معاكي ومش هتكمل سواها. هنا كنت رصيت الفلفل، وكان عندي كوسة حشيتها برضو واحدتين يعني كده، ما كانش عندي كتير اهو. طبعا بقى الشوربة بتاعتي انا ملحتها وحطيت لها مكعب من المرقة. الفلفل والكوسة حبيبتي ما بيحبوش الشوربة الكتير او المية الكتير. طبعا لو ما عندكيش شوربة ممكن تستخدمي مكانها المية عادي وتملحيها برضو. هنا برضك كنت حطيت خلاص البدنجان بتاعي. البدنجان بياخد شوربة. عن الفلفل طبعا الفلفل كله مية وبينزل المية بتاعته.
فما بياخدش ميه كتير او شوربه كتير. هنا كان استوى خلاص معايا، واللحمه كمان خدنا جزء من اللحمه، بصلايه وطماطمايه كده وقلبتهم كلهم، حطهم تحت الشوايه ياخدوا لون حلو. اللحمه خلاص استوت. هنا بقى الملوخيه هعمل لها الطشة الأول وبعد كده أحط الملوخية. الطريقة دي أنا اتعلمتها من حماتي، ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك لنا فيها. طريقة حلوة سهلة وبسيطة، وأحسن من انت تحطي الأول الملوخية وبعد كده تطشيها. هنا معلقة من الدهن فاكرينه اللي احنا عملناه مع بعض، مع التومة مع قرن فلفل، وبدل ما هطشها بالملوخية هطشها بالشوربة. طريقة سهلة وصدقيني هتنجز معاكي، وجربيها وابقي ردي عليا في الكومنتات. فاكرين الملوخية اللي احنا فرزناها مع بعض؟ ده كيس منها اهو، شايفين خضرة ازاي اهو. يا دوبك الشوربة قربت تغلي وحطيتها، بصوا فكت اهي بكل سهولة. شايفين الخضار بتاعها حاجة كده اللهم بارك. وهنا خلاص بقى المحشي استوى واللحمة طلعتها، وده كان غدانا النهاردة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ أكل تقليدي عادي مصري أصيل، وعملنا المخلل كمان اللي احنا عملناه. شايفين اللحمة دايبة دوب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسينيش في اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بحبك في الله، السلام عليكم.